بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اللهم إني أسألك اللهم إني أسألك الشفاء. اللهم أرح كل نفس مريضة لا تعلم بوجعها إلا أنت. اللهم كما شفيت أيوب وكشفت ضر عن يعقوب. اللهم أسألك الشفاء لكل نفس لا يعلم بوجعها إلا أنت، لكل نفس راعى منها راحة النوم بسبب المرض يا رب. اللهم إنا أسألك الشفاء لكل مريض يا رب. اللهم أسألك بلطفك وسترك ولطفك الجميل أن تشفي والدي يا رب، ابن خالتي يا رب. اللهم قومه بالسلامة يا رب. اللهم اشفيه شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفيه شفاء لا يغادر سقما ويقوم بألف سلامة يا رب. اللهم اشفيه لأجل اللهم لا تتعب قلب أمه يا رب عليه، ولا توجع قلبي عليه يا رب. اللهم آمين يا رب. اللهم دعواتكم يا حبايبي كلنا، عايزة دعواتكم كده إن شاء الله. نبدأ الفيديو بدعوة حلوة كده مننا إن احنا ربنا يشفينا والدي يا رب ويقومهن بالسلامة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حبايبنا الحلوين في كل مكان، وحشنا كتير كتير. بدل لكم الفيديو النهاردة منظر طبيعي كده طبعا اللهم صبيا نافعا، اللهم عدد قطرات المطر، اللهم انزل بها راحة علينا. اللهم نقي قلوبنا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اجعلها راحة على كل قلب مريض يا أرحم الراحمين يا رب. اللهم كنت مريكم قبل كده ان انا كنت جايبة طماطم معايا من السوق. في الدول حوالي كام؟ انا كنت جايبة 4 كيلو، دول حوالي 3 كيلو طماطم. كان 4 كيلو ب10. دي طماطم جامدة خالص، دي زي ما بيقولوا تضربها في الحيطة كده ترد عليك تاني، يعني ما شاء الله جامدة، حباية حلوة اوي. خدت اللي خدت منه. انا كان عندي طماطم قبل كده، فانا خدت يا دوبك حبة كده على قد السلطة وكان عندي طماطم للطبخ وكده مفرزاها برضو، مش مفرزة، كانت عندي كده مسلقاه وحطها بستعملها. فانا دي بقى قلنا عشان بقى لازم نشوف كده هنعمل بقى لازم اي حاجة موجودة عندنا نشوف هنعمل بقى، ما نسيبها كده لحد ما تبوظ، لا احنا لازم نستثمرها معانا. وزي ما قلت لكم كل واحد ده الزمن ده يعني مش عايزين اي حاجة، وزي اهالينا معلمونا لازم كل حاجة نستفاد بيها. اي حاجة موجودة معانا ما نسيبهاش تبوظ. لا انا هنا هعمل النهاردة باذن الله، هعمل كاتشب وهنفرق ان انا كنت جايبة طماطم معايا من السوق. في الدول حوالي كام؟ انا كنت جايبة 4 كيلو، دول حوالي 3 كيلو طماطم. كان 4 كيلو ب10. دي طماطم جامدة خالص، دي زي ما بيقولوا تضربها في الحيطة كده ترد عليك تاني، يعني ما شاء الله جامدة، حباية حلوة اوي. خدت اللي خدت منه. انا كان عندي طماطم قبل كده، فانا خدت يا دوبك حبة كده على قد السلطة وكان عندي طماطم للطبخ وكده مفرزاها برضو، مش مفرزة، كانت عندي كده مسلقاه وحطها بستعملها. فانا دي بقى قلنا عشان بقى لازم نشوف كده هنعمل بقى لازم اي حاجة موجودة عندنا نشوف هنعمل بقى، ما نسيبها كده لحد ما تبوظ، لا احنا لازم نستثمرها معانا. وزي ما قلت لكم كل واحد ده الزمن ده يعني مش عايزين اي حاجة، وزي اهالينا معلمونا لازم كل حاجة نستفاد بيها. اي حاجة موجودة معانا ما نسيبهاش تبوظ. لا انا هنا هعمل النهاردة باذن الله، هعمل كاتشب وهنفرز طماطم. هنحط يعني ما شاء الله 3 4 اكياس في التلاجة برضو، لاي ست بيت، لاي ست يعني بتروح شغلها كده عايزة تبقى حاجة جاهزة. فزي ما بقولوا هنتعب يوم وهنرتاح بقية الايام. هتيجي مثلا وقت مزنوقة عايزة تعملي مثلا مكرونة، عايزة تعملي حاجة ومش فسريعا تسلقي المكرونة هتنزلي دي هتكون عملت، فالدنيا هتبقى حلو. وفي نفس الوقت برضو الحاجة من مني، وهعمل الكاتشب للولاد. بدل ما اشتري كاتشب من بره، هنقوله الكاتشب سهل وانا عايزة بقى اوفر، لا انت هتوفري هتوفري وقت وجهد، بس هيبقى فيه مواد حافظة كتير. وما شاء الله يعني الجو احنا مش مستحملين، يعني ولادنا الجو ياما علينا، الجو البرد ده والحاجات اللي موجودة، فاحنا لازم نقوي ولادنا كده ونعملهم، نبعد عنهم، نحاول نقلل المواد الحافظة في الاكل بتاعنا. هعمله بطريقة سهلة وبسيطة مش هخلي باذن الله اي كلاكيع ولا اي حاجة موجودة فيه،
وهتطلعيه زي طعم الجاهز بالظبط. انا بعمل ايه هنا؟ انا هنا بنقي الحبات جامده خالص، ما يكونش اي جزء فيها مستوي. ليه؟ لان انا ديت هجيبها كده، ومن الجنب هعمل بالسكينه كده، هعمل شرخ فيها كده ايه بالطول، او ايه، او 4، يعني واحد كده، واحد في الجنب ده وواحد في الجنب التاني على الطماطمايه. وهحطها هنا اهو في الحله زي ما انتوا شايفين. هحط عليها ميه، او ميه سخنه من الكتل، او احطها عادي ميه واسيبها تغلي غلوتين. ليه؟ لان انا مش محتاجه، عايزه القشر بتاع الطماطم يطلع، مش محتاجاه. طيب بقيه الطماطم دي انا بعمل فيها ايه؟ همسكها بقى، هخرطها. ودي طبعا الطماطم قبل ما اعملها كده انا مسكتها غسلتها كم مره كويس قوي، وبعد كده مسكتها انا حطيت عليها ميه، وحطيت ايه حوالي ايه هنا، لان الطماطم ما شاء الله كان كتير، حوالي ربع كوبايه خل، او ايه من ربع لنص كوبايه. ليه؟ ما بيعملش معايا حاجه، واي حاجه موجوده على الطماطم بايه، طبعا الطماطم استعمال من كده لكده وفي الجو وكده، فبتنضف معايا وبتخلي الدنيا حلوه. وبعد كده عادي ممكن تشطفيها او ممكن تستعمليها ايه عادي. فانا نزلتها برضو الميه بالخل، وبعد كده رجعت حطيتها ميه اهو زي ما انتوا شايفين ايه. باخد بنضفها كده ايه اول باول، وعندي الحله كل حاجه جنبي وبسهوله، ومش هحتاج اي تعب ولا اي وقت. ليه؟ حطيت كده واحده واحده، حطيت الحاجه على البوتاجاز، ودي هخرطها احطها. هتعملي ما شاء الله كميه تفريزات كتيره وكل حاجه وفي وقت صغير اهو. بخرطها زي ما انتوا شايفين يا حبايبي. يلا حبايبي، ان كنتوا معانا وصلتوا معانا هنا الفيديو، يا ريت تشتركوا معانا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد مننا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اهو يا حبايبي. طبعا احنا كان في ست امهاتنا وكده ما كناش قبل كده ايه قد كده بيفرزوا الطماطم وكده، كان كل حاجه. بس طبعا الغلا اليومين دول وغلا الاسعار بتخلينا على قد ما نقدر نحاول يعني الحاجه في موسم ناخد منها شويه. عشان ايه؟ لان الطماطم بقت توصل ل15 و20 جنيه ما شاء الله يعني في وقت. فاما يبقى عندي مثلا حاجه كده تسندني لحد الفتره اللي هي بتبقى غاليه فيها دي تعدي تمام. وحاجه برضو، وانا برضو مش هعمل هضغط على نفسي في مصروفات وحاجات ان انا مثلا اروح اشتري حاجه كتير، لا. في حاجه هوت في السوق بتاعي وانا بشتري الخضار، وانا بشتري حاجه زياده مثلا 10 جنيه 20 جنيه مش هتاثر قوي، وفي نفس الوقت هتبقى حاجه موجوده في بيتي. زي ما انا قلت لكم هتلاقيها محطوطه، هتسيبيها كده دي على جنب، وبقى تجيبي تستعملي. او انت مثلا ده وقت اهو ايه زي ما قلت لكم لاي ست بيت، او حتى الست اللي بتشتغل بتطلع بتجيب الكيس بتعمل ايه، بيبقى سريعا بيوفر. لان اي ست بتشتغل بتبقى ايه الوقت زنقها قوي، بتبقى عايزه حاجه كده في السريع اهو. وما شاء الله زي ما قلت لكم عملوا، هتشوفوا دلوقتي عملوا معايا. انا عندي حطيت زيت كاتشب وعملت كمان طماطم فرستها، فحاجه يعني ما شاء الله يعني ربنا اللهم بارك، يعني حاجه كده ما اقول لكمش بعد عليا. ولازم كل ست بيت تكون واعيه ببيتها توفر وتعمل. ليه؟ لانها هي اللي مسؤوله عن البيت ده، هي اللي هتعرف تمشيه ازاي، هي عارفه ظروفها ايه، هي عارفه الدنيا ماشيه معاها ايه اهو. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي اهو، بشيله وما بخليش حتى اللي هو العين الاخضر اللي فوق ده بشيله، لان انا كده كده ايه مش محتاجاه. ولازم عشان برضو بيعمل ايه، بيبقى فيه شويه مراره كده بتنزل منه، فخلاص اهو اول باول بشيل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله اجمعين. يلا يا حبايبنا اشتركوا معانا كده في القناه وفعلوا زر الجرس عشان قناتنا تكبر بيكم وليكم. وما تنسوناش في الدعاء بالله عليكم، ما تنسوناش في الدعاء لوليد ان يقومهن يا رب بالسلامه، ويقوموا الشباب وما يصيبنا فيه ابدا يا رب اهو يا حبايبي. دي ايه هنا بقى؟ بنجرايه. البنجر ده انا كان عندي بالله والله كان من السنه اللي فاتت، بس كانت بنجر ما شاء الله كده. ده كان حوالي ويا حبايبي زي ما انتوا شايفين انا خلصت كميه الطماطم التانية اهو. وهعمل ايه بقى؟ انا قلت لكم في ايديا بنجرايه هي ما شاء الله، يعني بقول لكم مفرزه من السنه اللي فاتت. على فكره البنجر حلو قوي،
اولا ممكن انا استخدمه هنا، بيخلي حتى لو الطماطم فيها نسبة يعني ايه مش حمرا قوي يعني، بتحمرها معانا، والقيمة الغذائية بتاعته حلوة قوي. ممكن لو انت مثلا ولادك عندهم انيميا، بلاش ادوية حديد وحاجات من دي مش بيحبوها، ممكن تعملي لهم، تجيب البنجر ده وتقشريه كده وتحطي مثلا نص او بنجرايه، لو بنجرايه متوسطة، وتعمليها مع عصير فراولة. بصي ما بيبانش فيها اي طعم خالص خالص، ما فيش يعني. واحنا يا ربنا يحفظ لنا اولادنا يا رب، ويعدينا من الظروف الجو ده على خير يا رب. اهو بصوا انا هنا يعني ايه ما شاء الله، يعني البنجرية قلت لا انا احطها كلها، هو كان ممكن ان انا احتاج نصها بس انا ايه حطيتها كلها. هي منها فايدة ومنها مش هتخسر معايا، مش هتأثر معايا في حاجة يعني، واهيت وبرضه هتبقى هتزود لي الفايدة معايا، مش هتعمل. اهو انا هنا برجع اقطعها ايه، بقطعها احاول اقطعها رفيع عشان ايه ان هي تستوي معايا، ما تبانش قوي في مع الطماطم. انا بجيب دلوقتي هجيب ايه حوالي كوبايه ميه او مج ميه، بحطه اهو، احطه في الحله. وعلى فكره انا احطها تغلي، وبعد كده اوطي عليها على نار هاديه خالص، او اسيبها حوالي ربع ساعه بس ايه، كل شويه اقلب كده، هي هتنزل ميتها طبعا، فانا اقلب لحد ايه من ربع لتلت ساعه كده، اقلب تاخد ايه الميه بتاعتها. اللهم صل على محمد. نيجي بقى لتاني حاجه معانا ايه، دي بقى طبعا ايه سبانخ، انا كنت برضو جايباها من السوق، دي كام دي تلات ربطات كده ب5 جنيه يعني. بصي حاجة برضو على قدنا، وحاجة خضار موجود عندي من المحتاجه هطلعه. انا ما عملتش منها حاجة، كان انا كنت الاسبوع ده ايه ما عملتش منها، فانا ايه هعملها برضو وانضفها، ما اسيبش حاجة ايه محطوطة. عايزة تقعد معاكي بقى في التلاجة، ممكن هتلفها في حتة قماشة قطن كده، اي حاجة موجودة عندك في فوطة مطبخ، وتلفيها وتحطيها في كيسة، ليها هتشرب اي مية اي عرقة تخليها ايه تعمل عنها. اهو انا بشيل الحته اللي فوق دي، ممكن على فكره كانت ماما ربنا يديها الصحه، اما تبقى العين اللي فوق احمر كده بيديها طعم برضو، ممكن تقطعيه كده تغسليها كويس قوي وتقطعيها معاها بتعمل. انا هنا على فكره ما كنتش غسلتها، انا بحب اقطعها كده الاول وبعد كده ايه اغسلها. لو عندك برضو ربطتين كزبرة خضرة، ممكن تحطي ايه مع الربطة، يعني تحطي نص ربطة او ربطة وسط كده صغيرة كزبرة خضرة، بتبقى طعمها وهم حاجة ما شاء الله يعني. اهو زي ما انتوا شايفين يا حبايبي بقطعها اهو. انا برضو نفس الحكاية، كل حاجة لازم احطها بمية بخلها، تغسليها كويس قوي، وبعد كده في المصفى، وبعد كده تحطيها في مية بشوية خل صغيرين، دي بقى مش هتغيبي عليها عشان ما تنزلش ايه مية. او ممكن اهو، او ممكن تحطيها في ميه بخل عشان تنزل اي كميه اي حاجه موجوده فيها، وبعد كده تشطفيها ايه تشطفيها من المصفى، تصفيها كويس قوي وايه وتعمليها. اهو انا بجيب ربطه كده يا حبايبي، وبعملها بنضفها واخرطها، ومعايا الطبق جنبي كده بحط فيه اي بقى حاجه، ورقه صفراء اي ورقه دبلانه كده، ما خليهاش بتخلص منها وانضفها. طبعا حبايبنا في كل ما كان شطورين بقى، وستات بيوت اشطر، وفي ناس ما شاء الله اشطر مننا بكتير. بس انا هنا بديكم بس حاجة تشجيعية، ازاي ان احنا نوفر في بيتنا، وازاي نعمل وبأقل الامكانيات هتلاقي ايه، وتسهلي برضو توفري وهتسهلي على نفسك الدنيا، مش ايه هتعمل، لان الوقت طبعا هتتعبي شوية وهرتاحي ايه طول الوقت، وهتلاقي عندك تبقى ايه بيتك بقى عمران بقى، ما تحتاجيش تروحي كده ولا كده، وفي الوقت ده ووقت مطره ووقت كده مش كل ايه ما تقدرش تنزلي، ما تقدرش تجيبي حاجة، تلاقي عندك حاجة موجودة تطلعيها. اه طبعا السبانخ اليومين دول كتيرة وجميلة وخضرة، وبصوا زي العسل اهو زي ما انتوا شايفين يا حبايبي كده بخرط. خليكي ست بيت شاطره كده وواعيه، ما تخليش حد ايه يتكلم عليك، ولا حد تبوظي حاجه. وطبعا دي حاجه اللي ما بيبوظ حاجه ولا بيهدرها، ده كله يا جماعه والله عند ربنا. اللي تراعي بيتك صح، ست البيت اللي تراعي بيتها صح وخدمه، بصوا كله عند ربنا. كله ربنا، كل حاجه بتحاسب عليها، ما انت الحاجه ديت مسؤوله منك، لو باظت انت اللي ايه
قبل اي حاجة انت اللي مسؤولة منها، فهي لو باظت فعليك انت. فبصوا ما نبوظش حاجة ولا نهدر حاجة، كل حاجة نعرف ازاي نستثمرها صح. واحنا كلنا ما شاء الله يعني ايه ستات بيوت ما فيش اشطر منه. اقول لكم تاني وتالت ورابع، بالله عليكم يا حبايبي، بالله عليكم تدعي الوليد يقوم بالسلامة يا رب، ويقومهن بالسلامة وما يوجعش قلب امه عليه يا رب. يا رب يكون دعوة حد فيكم مستجابة يا رب، وايه ويقومهن بالسلامة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله اصحابه اجمعين. اهو يا حبايبي بقطعها كلها، كل ربطة بقى عايزة مثلا كنت نضفتيها كلها مرة واحدة وعملتها، بس انا ايه بنضفها كده اول باول ربطة بربطة وايه وبحطها. طبعا وانا جايه بفرز الحاجه ادخلها في الفريزر، ما انساش ان انا مثلا اعلمها بحاجه او اي ستيكر اي لزقه عندي واحطها، واحط الوقت بس ان انا حطيت. لو انا هزود حاجه وكمان عشان ما انساش الوقت اللي انا ايه دخلت فيها الفريزر، لان الخضار بالذات مش عايز يغيب قوي. ليه؟ لان اولا بيغير طعمه، وثانيا ممكن حاجة برضو بتفقد القيمة الغذائية بتاعتها طول مع ايه مع كترة التلج. اهو يا حبايبي خلصت كده. هشيل بقى اي حاجة موجودة قدامي، هنضف كده حواليا، وبعد كده هاخدها على الحوض احط عليها شوية مية وخل، وبعد كده اسيبها شوية بس اي طين اي حاجة موجودة فيها وايه واحطها اسيبها بقى اهو برضو جنبي. هاجي الايه تاني، انا كنت جايبه ايه قلقاس. هعمل ايه، هقول لكم الاول شويه حاجات كده. وانت بتشتري القلقاس يا ريت ما تجيبها، تدور على القلقاسيه الحمراء. كمان ايه تاني، اما تيجي تنقي كده القلقاس ما تحاوليش تاخدي القلقاسه اللي ايه يعني فيها ان هي القلقاسه بصوا تلاقيها كده ايه شوفوا حمراء ازاي، وما فيهاش اي زي ما انا بوريكم كده ما فيهاش اي حاجه، كلها بسوي بعضها، ما فيهاش اي حاجه طالعه لبره كده اي حاجه كده ولا كده، لا كلها ايه بسوي بعضها. هو القلقاس عامل شويه بس بايه بالراحه كده بسكينه حاميه وحاسبه على ايدك وانت بتقشري عشان ما تتعوريش. اهو يا حبايبي بتقشري بقى ايه واحده واحده كده، وما تخليش حاجه ايه تيجي على ايدك. اللهم صل. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي اهي بقشر فيها واحده واحده كده بالسكينه. حاسبي ايديكي عشان ايه لان بتبقى قشرتها ناشفه شويه ممكن وجامده فبتعدي على ايدك ايه تعور. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اهو احنا عملنا يا حبايبي الطماطم حطيناها وعملنا السبانخ وسبناها يعني ايه حاولي كده تعملي حاجتك اول باول ايه وتظهري الدنيا فيها ما تسيبهاش ايه كده يعني وزعي نفسك كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يلا حبايبنا ما تنسوش تشتركوا معنا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد مننا. اهو يا حبايبي بقشر واحده واحده، وبرضو بقولك حذري مره والتانية والتالتة، لان هي مهما كان لسه يعني عامل القرقاس بيبقى القشره بتاعته عامله شويه او مش عامله، ممكن السكينه تفوت منك كده ولا كده لا قدر الله، فناخد بالنا من نفسنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اهي يا حبايبي واحده واحده ونقشرها وننضفها وما نخليش فيها ايه اي حاجه. ايوه هو القلقاس حلو، عايزه تعمليه على شوربه اعمليه، بس انا ايه هوريكم برضو الطريقه بتاعته ان انا بعمله في صلصه بس حاجه حاجه كده ما فيش بعدها. الله
عندك بقى حته لحمه كده بتاع تعمليها تسويها معاه بتبقى طعمه تحفه. او ممكن التاني انها، بس بصراحه يعني انا ما جربتش اللي هو من غير سلطه، لان احنا ايه ما اللي هو من غير صلصه من غير طماطم بالشوربه كده ما جربتوش. بس الطريقه اللي انا هعملها بيكم اللي هعملها بيها هوريها لكم وتجربوها كده وتقولي لي ايه رايكم فيها. اهو يا حبايبي اهو بقشرها واحده واحده كده، خلصتها كلها. هبدا بقى اعمل ايه، هجيبها كده القلاسية. خدوا بالكم زي ما انا بقول لكم القلقاس بيبقى عامل شويه سكينه ممكن تتقطم منك او ممكن ايه يعور. فانا بجيبه واحده واحده كده وانزل هخرطه كده شرايح زي البطاطس بالعرض. بعد كده اهو بسلك الفها يمين الفها شمال كده ايه، يعني اسلك واحده واحده كده حواليا. اهو يا حبايبي هتبداوا واحده واحده كده تقطعوها شرايح بسيطه كده زي هتعمليها وسط مش زي البطاطس هتخليها رفيعه قوي، لا هتخليها وسط كده، ولا هي رفيعه ولا هي سميكه. شرايح بالطول كده نشوف هنعمل فيها ايه. زي ما انتم شايفين هلف كده كله اهو، هلفها بالراحه لانها زي ما قلت لكم القلقاس بيبقى قاسي شويه، وخصوصا لو السكينه معاكي مش جامده. فانا السكينه معايا هنا رفيعه شويه فمش مساعداني، فبحاول برضو واحده واحده وبراحه على ايديكي عشان ايه ما تتعوريش. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. حبايبنا في الله، اخواتي في كل مكان، ما تنسوناش هقول لكم تاني وتالت ورابع ما تنسوناش يا رب. عايزه دعوه منكم كده، دعوه حلوه الوليد ربنا يقومهن بالسلامه يا رب، ويشفيه ويقومه لاهله ولاهل بيته ولشبابه بالصحه سليما معافا يا رب. اهو واحده واحده يا حبايبي بوريكم اهو زي ما انتم شايفين كده واقطعها. ببدأ اعمل ايه بقى، هخرطها كده خرط بالطول. اهو هعملها بالطول كده، بالطول زي ما انتم شايفين كده. كلها صوابع صوابع كده، واخلي على فكرة كلها قد بعضها، صوابع سمكها وسط ولا ما خليهاش رفيعة برضو معايا عشان يبقى كله سوا واحد. حاجة اهو زي برضو مكعبات كده، مكعبات كلها احاول بقدر الامكان ان اخليها كلها قد بعضها عشان زي ما قلت لكم يبقى كلها سوا واحد، لان ممكن السوا واحده تستوي بسرعه ما تبقى رفيعه هتتهري قبل التانية فمش هيطلع القلقاس حلو معاكي. عايزاه هو واحده بوحدتها كده زي ما انتم شايفين كده، هخليها كلها قد بعضها، احاول على قد ما اقدر ان كله بالعين كده يكون وسط، وكلنا ستات بيوت ما شاء الله علينا وكلكم شاطرين وحلوين. اهو ممكن تخرطيها برضو على البلانشة بتاعة التقطيع او ممكن برضو زي ما تحبي. او يا حبايبي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه. يلا حبايبنا في الله اذكروا الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. انا اهو عملت الكيسين، على فكرة انا ما غسلتهوش، انا قشرته بعد كده غسلت ايدي كويس
وبعد كده عبيته. نشفي ايدك برضو، ما حاولي ايه ان انت ما تجيبيش عليه ميه خالص. ادي السبانخ اهي، صفتها وشطفتها كم مره تاني عشان برضو في اي حاجه، في اي ترسبات طين كده بتاع بينضف. وادي ايه، هجيب بقى اكياس مطبخ اهو، واحاول اعبيها بقى ايه كل حاجه على ايه، على قد الاكل بتاعنا. شوف انت ايه اللي يناسبك، وكل واحد على قد الوجبه بتاعته. الخضار حلو ومفيد لولادنا، لو اقل كميه ياكلوها، مش لازم ياكلوا يعني يملاها على القوي اكل خضار، بس برضو كل حاجه لازم بيستفادوا منها. والسبانخ ما شاء الله فيها كميه حديد عاليه قوي، فلازم نستفاد منها. وزي ما بقول لكم نصيحه برضو، ما تخلوش اي حاجه تغيب منكم في الفريزر قوي، لان التلج بيكسر القيمه الغذائيه بتاعتها. فعلى الاقل على قد ما تقدري قللي في ايه كميه وجودها في الفريزر. يعني اول باول كده ما تسيبهاش، يعني تحطيها وترميها وتسيبيها. لا، ممكن ان انت اهو حطيتيها تعمليها، مش تفرزيها بقى تقعد مثلا لحد اخر موسم، لا تاخدي كده لحد ما تقرب تشطب، تاخدي وتجيبي تحطي غيرها، تاخدي وتجيبي وتحطي غيرها اول باول كده. وبعد كده عادي تسيبها شويه برضو، ما تغيبهاش قوي. يعني دول مش تحطيهم وتجيبي بقى خضار فريش كده وتعمليه، لا، خدي ده كله اول باول. واخر حبه عندها هما تعبيهم في الكيس. هو فاضلش الا انا عملتهم هنا، قسمتهم على 3 اكياس. وانا طبعا جنب الطماطم وجنب الحاجه ايه بتستوي، كل ده جنب بعضه، يعني شغال الدنيا كلها في وقت واحد، مش تعملي كل حاجه لوحدها. الحاجه اللي عايزه سوا الاول حطيتها على النار، وبعد كده الحاجه اللي كده اهي انا بعمل فيها لحد ما ايه كل حاجه تخلص. يعني ما تعطليش نفسك وتعطلي وقت في كله في حاجات كلها، لا، اعملي الحاجه الاولى تتعمل الاول، تتحط تستوي، بعد كده اللي بعدها الحاجه الخفيفه في الاخف في الاخف. اهو زي ما انتوا شايفين بقى، بتحاولوا تطلعوا اي هوا فيها. وادي القلقاس عمل معايا كيسين اهو. والسبانخ 3 اكياس. اهو يا حبايبي. هرجع بقى لايه للطماطم. طبعا كانت على النار اللي احنا عاملينها الاولانيه، اللي كنا عاملين فيها قشره، اللي انا هعمل بقى الكاتشب. فحاول اشوف القشره معايا طالعه بكل سهوله ازاي. اهو هي دي كان فيها عين اخضر كده، نسيت اشيله باين، فهشيله وهبدا بقى اقشرها كلها. شوفوا القشر طالع منها بقى، بصوا عسل. هشيل القشر كده اللي منها ده. القشر ده طبعا انا مش هرميه، انا هحطه تاني على الطماطم اللي انا بعملها التانية المقطعاها للصلصه، وهستخدمه عادي. اهو بشيل فيها القشر كده واحده واحده. وزي ما انا قلت لكم القشر ده مش هرميه، هاخده على الطماطم التانية وهضربه معاها، يعني ما فيش حاجه هنهدرها خالص. ده زي ما انا قلت لكم دي الطماطم اللي انا هستخدمها للكاتشب. اهو هنا بشيل القشر كله كده، بصوا بيطلع معايا بكل سهوله اهو. اللهم صل على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يلا يا حبايبنا، ما تنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب كده. ايوه اشتراك معانا. هنا انا خلصت الكميه كلها اهي زي ما انتوا شايفين قدامكم. وادي ايه القشر ده طبعا هصفيه كده وهحطه على ايه، هحطه على الطماطم التانية، مش هرميه. وهضربه معاه. هجيب بقى كوز الخلاط بتاعي او الشفشق. هجيب اهو الطماطم حطيتها فيه. هعمل ايه بقى؟ تعالوا معايا كده واحده واحده. هنا يلا يا حبيبي خليكم معايا كده واحده واحده. اول حاجه ببداها احط معلقه صغيره توم باودر ومعلقه صغيره بصل باودر. انا هنا بحطهم على بعض كده فبتسهل معايا الدنيا.
معايا هنا نص معلقه جنزبيل، معايا معلقه صغيره بابريكا، طبعا بحط نص معلقه صغيره ملح. اهي مكونات سهله وبسيطه وموجوده عندنا وهتعمله، مش هتحتاجي اي حاجه. هحط ايه كمان؟ هحط معلقتين كبار نشا. ده حوالي كام؟ ده حوالي من نص كيلو لكيلو الا ربع طماطم. ده من نص الكيلو الا ربع اهو. طيب دي عندي صلصه، او ممكن اي صلصه موجوده عندك ان انت عاملاها للبتاع، او ممكن تشتري بقى صلصه معلبه ان هي بس هتنكه للطعم وهتزود بس الدرجه بتاعته. طيب انا ممكن هحط ايه تاني هنا ما عملتوش في التصوير؟ هحط نص كوبايه سكر ونص خل. نص كوبايه سكر ونص خل. هضربهم بقى في الخلاط ضربه كويسه قوي. وبعد كده هنرجع بقى نشوف عملنا ايه. انا هنا ضربتهم حلو قوي في الخلاط. بص ضرب جامد كده، انا ما زودتش اي حاجه، اي ميه اي حاجه، يا دوبك الطماطم باللي موجود فيها بالعصاره اللي نزلت منها والخل. هجيب بقى مصفى ضيقه وابدا بقى اصفي الطماطم، اصفي الكاتشب اللي موجود معايا ده اهو. شوفوا هو بدأ ايه، هيبقى سهل بقى معايا خالص في التصفية، وسهل معايا كمان هنحطه بعد كده على النار، هيبقى سهل معايا ولا هيكلكع منك ولا نشا. انت كده عملت كل حاجة على البارد اهو، فهيسهل معاك موضوع النشا. وخصوصا ان عندنا هنا طريقة الكاتشب في ناس بعد اشتكوا ان هي ايه كلكعت منهم وكده، فاهو دي بطريقة سهلة اهو. اهو ادي زي ما انتوا شايفين، شوفوا هو تقيل اهو. هبدأ احطه بقى على النار غلوتين كده، هيربط معايا وهوريكم بقى ايه شكله. بصوا بقى يا حبايبي، انا هنا حطيته على النار ربط خالص. شوفوا التقل ازاي، وسبته كمان اما يبرد. ده هنا يعتبر لسه فاتر كده، يعني في دافي شويه كده. شوفوا اما يبرد خالص بيتقل عن كده خالص. بصوا الطعم والنكهه حاجه ما بقولكمش بعد كده يعني. ايه بقى عندي هنا؟ انا كان زي ما انا قلت لكم انا عندي ازازه كاتشب، او ممكن في ازايز بتتباع دلوقتي في السوق، او عند بتاع الادوات المنزليه بتاعت كاتشب والمستردة والحاجات دي. ممكن بقى ايه، انا طبعا عايزه ولادي ما يقولوش بقى انت عامله في البيت وكده ويعملوا، فانا بعملهم اهو. دي كانت ازازه عندي موجوده بتاعت كاتشب، مسكتها غسلتها او عقمتها بميه سخنه كده وشويه خل، ورجعت شطفتها تاني ميه سخنه وتبداي بقى. ده عندي اهو، انا عاملاه من غطا من الازازه. بصوا التقل اللي نازل بيه حاجه كده عسل. او بقى تعملي برضو لولادك سندوتشات كده يوم مثلا تقضيها بقى، تعملي شويه شاورما شويه بطاطس بالكاتشب كده وتعيش بقى ما تقعديش بقى كل حاجه تشتريها من بره. هتوفر معاكي في المصروف، وهتوفر معاكي في حاجه بقى نظيفه، وحاجه عاملاها ببيتك وعارفه هي جايه من ايه، والطماطم شكلها ايه، والدنيا حلوه ازاي. شوفوا التقل معايا اهو، شوفوا بينزل ازاي، بينزل تقيل يعني تقيل اهو. ببدأ اسلك لها كده بقى تطلع ان تنزل بقى الكمية معايا. انا بعبيها معاكم اهو عشان تشوفوا اهو. بعبي الكمية كلها في البتاع زي ما انتوا شايفين. انا كده عبيتها، وكان هي مش واقعة بره على الازازة من بره، فغسلتها وحطها بقى ايه معايا كده، حاجة نظيفة وحلوة وانت عارفة ببيتك وشكلها ايه ومراعياه
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يلا حبايبنا، ما تنسوناش في اللايك، وما تنسوش ذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم يسر امورنا لاحسنها يا ارحم الراحمين. اللهم ريح بالنا، اللهم اشف مرضانا يا رب، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا. واقول لكم يا حبايبي برضو يا ريت ما تنسوناش في الدعاء، وما تنسوناش في الدعاء بالشفاء لوليدي يا رب، يقومهن بالسلامه. اهو يا حبايبي الازازه هنا موجوده اهي، بصوا نظيفه وحلوه وشكلها حلو. وبرده زي ما انا قلت لكم، انت مش عندك ازازه بقى، لا اشتري ازازه. ده هما متهيالي الاتنين عند الادوات المنزليه الواحده ب5 جنيه او ب10 جنيه، يعني مش حاجه غاليه اوي. وانت هتستعمليها هتحطي فيها، هتعملي اهو الطماطم وتحطيها. اه بقى يا حبايبي تعالوا نشوفوا معايا كده. انا اهو الطماطم طبعا التانية سلقتها حلوة قوي. قلت لكم من ربع ساعة لتلت ساعة. عندك الهاند بلندر ممكن تضربيها بيه، او مش موجود عندك في الخلاط بقى ايه، وتضربيها بالميتها اللي موجودة فيها. اهو عملت عندي 5 اكياس. والكيس كمان ايه والكاتشب، وده كله كان ب10 جنيه طماطم بس. طيب ايه هنا ده ليمون. ده كان ليمون، كان 1.5 كيلو ب10. قلنا بقى نجيب نعمل شوية ليمون كده معصفر حلوين كده. وهقول لكم الطريقة دي سهلة وحلوة، وليمون هيقعد معاكي من السنة للسنة. هعمل ايه هنا. ادي الليمون اهو على النار، هديله غلوتين بس، غلوتين فقط لا غير. يعني يغلي مرة تلاقيها بصي، مش يعني تسيبيه ياخد ويدي كده ياما، لا غلوتين 2. هاجي بقى ايه اصفيه واعمله. هبدأ بقى ايه، ادي هنا عندي ايه شايفين ده عصير ليمون على فكرة. ده 4 ليمونات حطيت عليهم مجين مية وضربتهم في الخلاط. تضربيهم بقشرهم بقى كده. وتيجي بقى هقولك اعملي ايه. اهو انا حطيت عصير الليمون، هاجي عليهم بحوالي 5 معالق او 6 معالق ملح، معالق كبار. 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4. انا بعد كده انا زودت على فكرة معلقتين. اهو هاجي بقى هنا عندك كراسة شطة تمام، مش عندك عادي ممكن تحطي بقى الشطة الحمراء دي بتاعتنا الحامية، او ممكن شطة خضراء عادي. بس هنا ديت بتخلي الطعم معايا حلو. اهو حطيت الملح وحطيت يا حبايبي زي ما انتوا شايفين كده حطيت هرسة الشطة. تيجي بقى من عند العطار هتجيبي لك مثلا ب5 جنيه عصفر، و5 جنيه حبة البركة. انا هنا مش هحطهم كلهم على فكرة، هحط معلقة كبيرة من العصفر، ومعلقة كبيرة من حبة البركة، لان هي العصفر وحبة البركة غاليين شوية. ف5 جنيه يعني ايه ماشي حلو. ممكن بقى الكمية ديت اهو، ده برطمان متوسط اهو، هتمليه بقى هتقلبي، هتحط حبة البركة كمان اهي. اهو وقلبي بقى، قلبي كده. هبدأ بقى ايه بصي بكل سهولة اهو، شطفت الليمون من المية، ابدأ بقى اخده واحدة واحدة اهو، وهحطه في البرطمان اهو. انا بهزه هنا كده عشان المساحات ايه بتاعته تتملي.
ما يبقاش ايه يعني ليمونه فوق التانية راكبه على التانية وكده، فيبقى الدنيا مظبوطه. يبقى هنا معايا زي ما انا قلت لكم، هعيد تاني، مج ميه او مج ونص ميه، وتضرب عليه 3 4 ليمونات، وتحطيه في الخلاط بيشرهم، وترجعي تحطي عليهم من 4 ل5 معالق، 5 معالق او 6 معالق ملح. اهو بزود تاني. تحطي بقى الليمون وتبداي ايه تزودي واحده واحده. عندي معلقه كبيره عصفر ومعلقه كبيره حبه البركه، وهنا معايا معلقتين كبار هريسه شط اهو. شوفوا، هسيبه بقى، حطيه بقى وبصي ما تدوريش عليه خالص، خليه بقى معاكي في التلاجة كده، او ممكن تحطيه بره، الجو طبعا اهو الشتاء الجو ساقع خالص، فهيتحفظ معاكي عادي. سيبنا بقى، خلصنا التفريزات وخلصنا الحاجات الحلوة. قلنا ايه بقى، كان بقى ده كان انا كنت عاملة الحاجات دي كان بعد ايه، كان العصر، فخلصت هنا المغرب او بعد المغرب كمان بشوية كتير، كان دخلنا ده يا ربي، لا ده كان بعد صلاة العشاء. دي ايه بقى هنا، فانا عايزة اعمل الصبح بقى الفطار اجهز له كده. ده هنا قمح بليلة، ده ما والله يديها صح يا رب، ده قمح على فكرة، قمح كامل مش قمح بليلة، ده قمح كامل. ده هنا هحطه بس بالليل كده، هنقعه في شوية مية سخنة واسيبه بقى طول الليل. قمت هنا الصبح اهو شفتوا، تسيبيه بقى تحطيها على النار، تسيبيها لحد ما تستوي خالص، تفتح زي ما انتوا شايفينها كده، بتمسكي الحباية تفتح. طبعا اللبن بتاعي اهو موجود، هتاخديها تشطفيها شطفة حلوة قوي، وتغسليها غسلة تمام. واللبن بتاعك على فكرة ما حطش حاجة باردة على حاجة سخنة، يا الاتنين بدرجة حرارة الغرفة. اللبن حتى لو انت غلياه لازم يكون بدرجة الحرارة، لان عشان ما تحطيش ساقع على سخن ممكن ايه يروب لك اللبن، فالدنيا مش هتبقى حلو. فانت عايزاها بقى اهي تشطفيها شطفة حلوة كده. ممكن لو هو اللبن سخن تحطي عليها شوية مية سخنة كده وتنزلي على اللبن. بس حذر ان هي تكون شطفها بمية ساقعة وتنزلي على اللبن وهو سخن وهو مغلي. انا بحبها ليه، انا بحبها اغليها مع اللبن كده، تاخد غلوتين 3، تاخد ايه اللبن ياخد من طعمها وهي تاخد من طعم اللبن، فبيبقى طعمهم حلو. تحط السكر بقى حسب الرغبة اللي انت عايزاها، تحبيه مسكر، بتحبيه وسط، بتحبيه عادي كده اهو. بصي ما بتاخدش معاكي وقت خالص الصبح، طبعا بتبقى طول الليل خلاص الحبايه ما بتاخدش حوالي من ربع لتلت ساعه اهو. هنا لقيتها محتاجه شويه سكر، بضيف لها كده اول باول، ما اضيفش السكر كله مره واحده، واضيف اول باول كده وايه واقلب، قلبي فيها كده بسرعه على طول، او ما تسيبيش ايدك عشان اللبن ما يفرش منك اهو. اي حاجه ايه بتاع بطلعها برضه، هي كانت ما هو ربنا يديها صح يعني، كانت عاملاها وكانت غسلاها وكانت نظيفه يعني ما فيهاش اي حاجه. في قمح طبعا عند بتاع العطار، او ممكن قمح البليله اللي هو بيبقى ايه سهل شويه في السوا، بس هي دي حلوه ما شاء الله مشبعه يعني اهو. بسيبها شويه كده وبقلب فيها، شوفوا بتغلي ازاي اهو. ايديا ما اسيبش ايديا، ما ارفعش ايديا منها خالص عشان ايه اللبن ما يفرش مني اهو. هي بتغلي اهي، وطيت عليها شويه واسيبها، وادي شكلها يا حبايبي اهو. فضي كده وفطري ولادك الصبح حاجه كده مشبعه وحاجه حلوه، وينزلوش ايه في الجو ده كده وبطنهم فاضيه. طبعا ايه رحنا الشغل بقى، وبعد ما جينا كان عندي وراك هنا. دي وراك برضو، دي فراخ جايالي من البلد، ماما ربنا يديها الصحه يا رب كانت مديها لنا. دي انا بحط الوراك كده بعملها، وبخلي الصدور بعملها بانيه، بعملها مكرونه بشاميل نجرسكو كده حلو اهو. اقول لكم بقى دي طريقه، بصوا هتطلع لك شرب عسل. هنا خرطت بصله، مش خرطتها هنا كبيره على 4، ده كانت بصله كبيره قطعتها 4، وحطيت هنا
طماطمتين. بصوا مش بعملها ولا بضربها في الخلاط، بعصرها كده عليها. شوفوا واسيبها تتشوح خالص واقلب فيها. بعد كده انزلي عليها بميه سخنه اهو. شفت الشوربه؟ وهي الفراخ ما شاء الله كانت عسل، فمطلعه شوربه مفيش بعد كده اهو. كنت جنبي هنا حتى طبعا ميه سخنه. عملت ايه؟ اعمل مكرونه. هعمل مكرونه بشاميل، مكرونه سباكيتي. كله كده شغال، مشغله البوتاجاز كله. الناحيه التانية برضو كنت عامله شويه لسان عصفور هنا. الصاج على فكره حلو قوي ان انت تغلي فيه. يعني انا هو وحش حاجه واحده بس، ان انت ما تقدريش تعملي فيه رز، ما تقدريش تعملي فيه لبن، تغلي فيه لبن. الباقي بقى استعمليه بصي عسل. تستخدميه في كل حاجه بعد كده عادي. انا هنا بستخدمه برضو، بحط فيه ليه؟ لانه مهما غلي مش بيتفاعل قوي مع الميه، وتلاقي شكله حلو ولا يسود ولا كده اهو. بقلب بسرعه كده لان هو اما بتسيبي جنب ومش جنب بيلسع بسرعه. بس هو في السوا والغليان يعني سريع، بيسرع الدنيا معاكي كده. يعني انا عامله بقى بسلق فيه الفراخ، بسلق فيه اللحمه، السليقه والحاجات دي حاجه تحفه. وهو زي ما انا كنت عاملاه ورياكم، عامله فيه البليله برضو. كله بص سريع سريع، بياخد النار ما بيغيبش قوي عبال ما يسخن وكده، وبيغلي الحاجه بسرعه. ونضيف في نفس الحكايه. طبعا انا طقم الصاج ده حلو، النوع ده كان تركي، فما شاء الله عليه يعني اهو. دي شوربة بقى لسان عصفور. انا مش هعمله شوربة كاملة من بتاعنا ايه، ممكن تضيفها بقى من الشوربة بتاعت الفراخ، بس انا هسويه كده بشوية مية وادي ملح وفلفل. هتحط مكعب مرق او اي توابل موجودة، توابل فراخ بقى كده، شوية توابل فراخ من اللي موجودة عندك، هتهدي عليه بقى وتسيبيه ايه يستوي براحته اهو. شوفوا انا مش هخليه سوا كامل، انا هخليه 3/4 سوا. ادي المكرونة اهو، سلقتها وغسلتها وسويتها. تعالوا بقى نشوف الفراخ هنعمل فيها ايه. الفراخ طبعا استلقت. هجيب ايه؟ هجيب بقى كوبايه مج دقيق، هجيب عليه معلقتين نشا، هجيب معلقه صغيره بابريكا، معلقه صغيره كركم، على معلقه كاري، توابل فراخ. ده بقى ده كله كده هقلبه مع بعض، وهاخد نص بقى ده الجزء اهو، هاخد ايه حبه منهم احطهم على شويه ميه واقلبهم كده، يبقى اللي عندك زي عجينه الكيكه كده، ايه خفيفه ولا هي تقيله قوي ولا وسط كده. وبقيه الدقيق اهو هطلع من هحط الفراخ في الميه دي اللي فيها الدقيق والحاجه دي، والنص التاني هطلع اقلب فيه الفراخ اهو. دي بقى بتبقى مقرمشه
الراحمين يا رب. حبايبنا الحلوين في كل مكان، وحشنا كتير كتير. وزي ما قلت لكم انا عايزه كل التعليقات كده ان شاء الله تبدا كده بايه، بالدعاء لمرضانا يا رب يشفينا، وفي الاخص الوليد ابن خالتي يقوم بالسلامه يا رب، ولا يودع قلب امه عليه ولا قلب اهله، ويقوم بالسلامه لشبابه ولصحته، ويرد له صحته كامله يا ارحم الراحمين يا رب. وزي ما انا قايله لكم اهو، ده منظر كده انا بدأتكم بشكل السما ما شاء الله يعني في جو الشتاء ده. سبحان الذي ابدع حاجه كده مفيش. هسيبكم بقى شويه مع ايه، بصوا المنظر الطبيعي ده، واعمل لكم شكل الخضره، وافرجكم برضو شكل الخضره، وما تسيبوناش عشان نرجع نبدأ الفيديو بتاعنا. اللهم صل وسلم